الآن الصحافة الفرنسية تكشف هذا الترابط الوثيق، وكيف أن مسجد باريس تحول لدعوات من أجل إحياء النظام الجزائري، ودعوات من أجل استمرارية تبون بعهدته بالانتخابات. تتذكرون الانتخابات التي عاشتها الجزائر أيام عهد الثانية لتبون؟ حولوا هذا الجامع مركز لهم. إذن الجزائر تستغل الجوامع سواء بباريس أو بمناطق أخرى من أجل تنفيذ رسائلها السياسية، وهذا ما يفتح باب الجدل من باريس إلى قلب أفريقيا. معنى ذلك كيف يخوض المغرب والجزائر حرب صامتة على الزوايا والمساجد لكسب النفوذ والشرعية الروحية. نحن نعلم أن المملكة المغربية متميزة ببناء المساجد سواء بالمغرب وسواء بالدول الأفريقية وحول العالم، بينما الجزائر تحاول استغلال المساجد من أجل ورقتها السياسية. فيا سبحان الله على هذا الفارق الكبير. نية المغرب ماذا؟ نية المغرب بناء المزيد من المساجد تعكس عمق الروابط الروحية التي يوظفها المغرب بتعزيز شراكاته مع القارة، والجزائر تحاول استغلال ذلك عدائيا لتنفيذ خططها. على ما يبدو هذه الخطط التي تأتي من المرادية لا تنتهي، خصيصا على صحراءنا المغربية. مثلا بعد إعلان لندن دعمها للحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، البوليسارو تبعث وفد لوزارة الخارجية البريطانية. تخيلوا، بعثت جبهة البوليسارو بأوامر من الجزائر وفد إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية برئاسة ما تسميه بوزير خارجيتها الوهمي محمد يسلم بيصط، للقاء وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكدوز، بمحاولة يبدو أنها البوليسارو تريد إقناع بريطانيا بمراجعة مبادرة الحكم الذاتي من جديد، لأن بريطانيا بالآونة الأخيرة اعترفت بمغربية الصحراء وأعلنت أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد من أجل إنهاء هذا الصراع. عندما نرى أن البوليسارو بأوامر من الجزائر يرسلون هذه الوفود من أجل إقناع بريطانيا عن طريق التذلل، البكاء، النواح، هذا يؤكد أن الدبلوماسية الجزائرية باتت مفتقرة بشكل كلي، وأن البوليسارو تريد أن تمسك بأي قشة. والسؤال الذي يطرح، هل يجدون هذه القشة؟ لا، لأن الجميع بات يعلم حقيقة الكبرنات ويعلم خطتهم، كيف أنهم يحاولون إقحام البوليسارو بكل شيء. على سبيل المثال اليابان، نحن نعلم أكثر من مرة أن اليابان قالت نحن لا نعترف بالجبهة الانفصالية، لكن اليابان عندما اجتمع بن بطوش مع قيس سعيد بقمة تيكاد خرج الرئيس الياباني وقال نحن لا نعترف بالبوليسارو، ومن الذي أقحم البوليسارو هو الاتحاد الأفريقي بسبب العضوية. اليابان أحبطت مخطط الجزائر من جديد ورفضت بشكل قطعي مشاركة البوليسارو. تتجه الأنظار اليوم إذن نحو يوكوهاما اليابانية التي تستعد لاحتضان النسخة التاسعة من قمة طوكيو الدولية للتنمية الأفريقية، قمة تيكاد. على الرغم من الطابع التنموي للقمة، الجزائر تريد إقحام البوليسارو الانفصالية. البوليسارو الانفصالي، لك من يعترف بهذه الجبهة حتى يحاولون إقحامها بقمة تيكاد؟ المحاولة تأتي من الجزائر وجنوب أفريقيا، يحاولون إقناع اليابان، لكن اليابان رفضت بشكل قطعي. وهذا الإصرار الياباني ليس وليد اللحظة، بل تم تأكيده ميرانا خلال النسخ السابقة من القمة. ففي نسخة تيكاد 8 التي استضافتها تونس الآن ذكرناها، شددت وزارة الخارجية اليابانية على أن الدعوة الرسمية الوحيدة كانت موقعة من رئيس الوزراء الياباني. لماذا تأتي البوليسارو من دون أي دعوة؟ تأتي بحجة أن لديهم عضوية داخل الاتحاد الأفريقي، وهذا ما جعل المغرب الآن يرفع مذكرة إلى الاتحاد الأفريقي يطالب بشكل قطعي منع البوليسارو من المشاركة بقمة تيكاد. البوليسارو الانفصالية ماذا تفعل داخل الاتحاد الأفريقي؟ كيف ينمو هذا الاتحاد الأفريقي وهناك جبهة انفصالية حصلت على العضوية عن طريق الخطأ؟ حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ، حان الوقت لطرد هذه الجبهة.
أكثر من ثلثي دول الأعضاء اليوم داخل الاتحاد الأفريقي لديهم قرارات واضحة مع المملكة المغربية بضرورة إبعاد البوليساريو الانفصالية، وهذا الأمر حتمي وواقعي. لا تنمية لإفريقيا إن كانت الجبهة متواصلة بتواجدها داخل القارة الإفريقية، لذلك حان الوقت لإصدار قرارات واقعية ورسمية وحقيقية بتجميد عضويتها وطردها. هذا ما يعمل عليه اليوم ناصر بوريطة، وهناك جولة حول الدول الأفريقية من أجل توقيع معارضة رسمية، نعم معارضة رسمية من أجل منع أي تواجد للجبهة الانفصالية داخل الاتحاد الأفريقي، لكي لا يستغلون هذا المنصب بالعضوية الوهمية ويأتون إلى هذه الملتقيات الدولية مثل اليابان. روسيا بما سبق والصين رفضوا ذلك وبشكل قطعي. الآن أيضا اليابان بمؤتمرها ترفض ذلك وبشكل قطعي. وبما أننا نرى أن البوليساريو الانفصالية تزداد عزلة يوما بعد يوم، نحن نعلم أن داعمي البوليساريو هي الجزائر وجنوب أفريقيا وإيران. نقف الآن قليلا عند إيران ونتساءل: ما قصة العلاقات المغربية الإيرانية وما حكاية ترميم السفارة الإيرانية بالرباط؟ معلومات هامة للغاية. على ما يبدو نشهد نقلة نوعية الآن بالعلاقات المغربية الإيرانية. السفارة الإيرانية بالرباط تستعد لترميم أعمالها من أجل إعادة فتحها وفقا لتقارير رسمية. تحركات معمارية ليست مجرد تحسينات شكلية، بل ترافقها اتصالات غير رسمية بين العواصم المعنية. إذن رسالة رسمية تأتي من إيران إلى المملكة المغربية من أجل ترميم السفارة بسياق إعادة ترتيب أوسع للخريطة الجيوسياسية بالمنطقة. وأشارت التقارير إلى أن أعمال التجديد تأتي بعد أولا سفارة الجزائر يريدون تجديدها، تأتي بعد 3 سنوات من القطيعة بين المغرب والجزائر بسبب الجزائر عدائها من جانب واحد. أما إيران فنحن نعلم أن القطيعة منذ فترة طويلة. عندما خرج ناصر بوريطة وقال إن إيران تدعم الجبهة الانفصالية عن طريق سفارتها وسفارة الجزائر، سفارة إيران بالجزائر. إذن اليوم أعيد هذا النقاش من جديد وطرح على الطاولة. إيران إن الانفتاح على المغرب يأتي كجزء من إعادة تموضع دبلوماسي بعد تراجع نفوذها الإقليمي، خاصة بظل الضغوط الأمريكية وتجدد عزلة طهران. رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تقارير تحذر من وجود عقبات كبيرة أمام عودة العلاقات المغربية الإيرانية. لماذا نقول ذلك؟ المغرب يشترط لعودة العلاقات مع إيران وقف دعمها للجبهة الانفصالية عبر حزب الله، وهو شرط لم يتم الإعلان عن تلبيته حتى الآن. كما تشكل الضغوط الداخلية بكل من الجزائر وإيران عاملا معرقلا لأي تقارب سريع. نستطيع أن نقول الآن أي خطوة تأتي من الجانب الإيراني للمملكة المغربية يجب أن تكون هذه الخطوة واضحة، ويجب أن تكون هذه الخطوة علنية. معنى ذلك إيران المغرب اليوم يطالبها بعدم مد البوليساريو بالسلاح، بعدم عداء المملكة المغربية بصحراء. هل إيران تستطيع الالتزام بهذه الشروط؟ طبعا لا ننسى الشرط الأهم، عدم نشر التشيع داخل المملكة المغربية. أساسا ما قصة الأزمة المغربية الإيرانية؟ إيران تريد تشييع المنطقة بأكملها والقارة الأفريقية، والمغرب يقف سدا منيعا أمام التوجه الإيراني. لذلك نقول الآن هناك شروط فعلية فعل إيران تنفيذها. فهل إيران أصيبت بهذه العزلة الكبيرة التي سوف تجعلها تخضع للجانب المغربي وتعلن بداية ترميم سفارتها والخضوع للشروط، أي الابتعاد عن الجبهة الانفصالية؟ لا نقول اعترافهم بمغربية الصحراء، ربما نقول وقوفهم على جادة الحياد، لأننا نعلم أن هناك علاقات إيرانية جزائرية، وبالتالي إيران إن كانت تريد توازن المعادلة فربما تقف على الحياد الإيجابي كما فعلت موريتانيا بما سبق. موريتانيا اليوم مواقفها مؤيدة للمغرب، بما سبق كانت تقول أننا